خبط راهب شاب على باب قلاية راهب شيخ كبير في السن وقال: أغابي يا أبي. بس الراهب الشيخ ما ردش عليه. خبط مرة واتنين وتلاتة وبرضه الراهب الشيخ ما ردش عليه. خاف الراهب الشاب لا يكون حصل حاجة للراهب الشيخ، فدخل بسرعة القلاية، لكن لقى الراهب الشيخ قاعد ومعاه ضيف. قال له الراهب الشيخ: إزاي تدخل من غير ما اسمح لك؟ هي دي أصول رهبنة؟ اتدخل الضيف في الكلام وقال له: سيب، ربنا عايزه ياخد بركة. سلم الراهب الشاب على الضيف وقعد جنب الراهب الشيخ وسأله: مين ده؟ قال له الراهب الشيخ: من آداب الرهبنة إنك ما تسألش في حاجة ما تخصكش. لكن الراهب الشاب أصر إنه يعرف مين الضيف ده، عشان لما سلم عليه حس بقوة عجيبة بتملاه. وقدام إصرار الراهب الشاب قال له الراهب الشيخ: هقول لك، بس بشرط ما تجيبش سيرة لحد ما سافر السما. وعد الراهب الشاب إنه مش هيجيب سيرة لحد. فقال له الراهب الشيخ: حسيت بتعب شديد جدا وخفت إني ما أقدرش أفتح لك الباب لما تيجي، فسيبت باب القلاية مفتوح عشان لما تيجي تقدر تدخل على طول. ولما زاد عليا التعب مسكت الكتاب المقدس. أصل الكتاب المقدس بالنسبة لي مش مجرد كلام بيتقري، لا، الكتاب المقدس بالنسبة لي هو مصدر تعزيتي الوحيد. لما بقرأ الكتاب المقدس بتقابل مع الله والملائكة والقديسين، سواء من العهد الجديد أو العهد القديم. وطلبت من السيد المسيح إنه يبعت لي أرميا النبي عشان يعزيني ويسندني في تعبي. وفتحت الكتاب المقدس وبدأت أقرأ مراسي أرميا، وفعلا جالي أرميا النبي وقعدنا نتكلم في أمور كتيرة، وتعزيت وفرحت جدا بزيارته وقعدته معايا لحد ما جيت أنت ودخلت القلاية، وكان ليك نصيب تشوفه وتاخد بركة أرميا النبي. فرح الراهب الشاب وما كانش مصدق نفسه إنه قعد مع أرميا وإنه سلم عليه وأخد بركته. لكن فجأة اختفى أرميا النبي. نزل الراهب الشاب وقعد تحت رجلين الراهب الشيخ وطلب منه كلمة منفعة. قال له الراهب الشيخ: اسمع يا حبيبي، انت محتاج يكون ليك صديق من السماء يكون جنبك ويسندك، ومفيش صديق أفضل من الله نفسه، ومفيش كلام أعظم من كلامه. لما تقرأ الكتاب المقدس هتتقابل مع الله وعلى الملائكة والقديسين، سواء من العهد الجديد أو العهد القديم، وهتحس بسلام وفرح غير عادي. وهتقول مع المرنم: بكلامك أتلذذ، بكلامك أحيا، وجدت كلامك حلوا فأكلته. يا رب ما تخليش قراية الكتاب المقدس مجرد روتين بعمله كل يوم، أو شيء ملزم بيه عشان أريح ضميري. أنا عايز الكتاب المقدس يكون الوسيلة اللي أقابلك بيها، فاشبع واتلذذ بيك وبكلامك.